طبعا الرجاله امبارح لما انا نزلت الرحله اللي الراجل كان طالبها، شاب كان طالبها من مدينه السلام للشيخ زايد ب 155 جنيه، يعني 50 كيلو متر. نزلت الرحله دي ونزلت اللينك بتاع الثغره بتاعت اندرايفر اللي انا برضه هنزله في التعليقات بتاعت البوست دوت. فطبعا هجوم بقى غير مسبوق عليا، اللي يخش يقول لك بقى طب ايه يعني، طب ما هو حط الرحله، انت عطلت نفسك وما عطلتش نفسك، طب انت ليه عملت كده؟ بصوا يا جماعه، هفضل اقول اللي دي سرقه. زي واحد كده قاعد في قهوه، واحد تاني جه سرق الواي فاي بتاع القهوه او سرق الواي فاي بتاع سكن حد، او سرقه الواي فاي زي سرقه الفلوس، كأن واحد حط ايده في جيبك وسرق برضه فلوس. كذلك برضو شركات النقل الذكي لما تعرف ثغرة على الابليكيشن وتستغلها وتقلل السعر. يعني مثلا 50 كيلو متر، 50 كيلو متر ب 155 جنيه يا راجل، يعني الكيلو طلع ب 3 جنيه، يعني سكوتر المفروض هو اللي يروح مش عربية. يا ريت نتقي الله، لان اكترية اللي بيعملوا الثغرة دي هم الكباتن ذات نفسهم، يعني الكباتن بتسرق نفسها بذات نفسها. لا، وفي التعليقات واحد عامل لي يعني بيتسل، يعني ايه، شغال ثانيه اسمه ايه فلسفه، بيتفلسف في الكومنت، وعمال بقى يقول لك بقى انت ضيعت وقتك وضيعت مش عارف ايه، وازاي اللي انت ما تضيعش وقتك، وعمال يديني درس في الاخلاق وفي تضييع الوقت. طب ما تدي درس لنفسك انت، بتدافع عن حرامي ما بيدافعش عن حرامي اللي حرامي زيه. يا ريت نتقي الله، نتقي الله ببعض، يا ريت نتقي الله ببعض، وبلاش اللي احنا ناكل بعض. لان تقريبا يعني ايه، فئه كبيره قوي من الناس بقت تقبل اللي هي تاكل شقه بعض. واحد نازل بعربيه وطالع عينه وجاب عربيه قسط، او راجل كبير في السن مش فاهم ليه انت تاكل شقاه، ليه انت تستحل ماله. راجل مش فاهم وماشي على التسعيره بتاعت الابليكيشن، هو شايف ان تسعيره الابليكيشن هي عادله. فراجل كبير على قده او شاب لسه شغال جديد مش فاهم، قبل الرحله دي. طب لما يقبل الرحله دي وقسط عربيته 13000، ده النهارده اقل قسط 13000 و15000، ده غير قطع الغيار وغير الزيت، تغيير الزيت ب 2000 جنيه. تيجي انت تستحل ماله ليه؟ تسرقه ليه؟ خلي بالك انت كانك بتحط ايدك في جيبه وبتسرقه. ليه تستحل مال الناس؟ اتقوا الله، استقيموا يرحمكم الله.